هذا غلام كذاب لا يعرف كيف يتكلم. سوريا تهمنا ولا نريد لها أن تسقط. بهذه الكلمات وصف الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز شخصية بشار الأسد. رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز تحدث لأول مرة عن خيبات المملكة ببشار الأسد بعد دعمه وتسهيل عملية انتقال الحكم إليه خوفاً من ارتمائه في أحضان إيران. أول لقاء للأمير بندر مع بشار كان بطلب من حافظ الأسد، فهو الخيار الوحيد لأبيه بعد مقتل شقيقه باسل في حادث غامض. في اللقاء الذي حضره فاروق الشرع وزير خارجية سوريا آنذاك، أظهر بشار شخصية متهورة مفتقدة التوازن، فقد أعرب لبندر عن استعداده للجلوس مع الإسرائيليين والتنازل لهم عن بعض مطالبهم في الجولان السوري المحتل. بعدما استلم الحكم في العام 2000 كثرت لقاءات الأسد الابن بالأمير بندر وبالمسؤولين السعوديين الذين سهلوا له الحصول على الاعتراف الدولي في عواصم العالم الكبرى. لم يخفي بشار عن بندر ميوله القمعية فقال له: الناس يتوقعون أن يدي مخملية لكن ما تحتها حديد. مع ترسخ قدميه في الحكم بدأ بشار حسب الأمير بندر بنكران الجميل السعودي، فولى وجهه شطر إيران في زيارة أغضبت المملكة، لكن السعوديين استمروا في دعمه حتى بعد تهديده للحريري الأب حليف السعودية، والذي قتل سنة 2005 بتفجير دبره الأسد في العاصمة اللبنانية بيروت. وبعد المماطلة رضخ بشار الأسد للضغط السعودي وسمح بدخول فريق التحقيق الدولي إلى دمشق. وجد الأسد نفسه محاصرا بدماء الحريري، فبدأ يستجدي الرياض من أجل لقاء الملك عبد الله ليخلصه من الورطة التي أوقع فيها نفسه، وذلك ما عبر عنه وزير خارجيته وليد المعلم بقوله للأمير بندر: دخيلك هالولد بدخلنا في المشاكل. رفض السعوديون مطالب الأسد بلقاء الملك عبد الله مرة ومرتين، لكنهم استجابوا في الأخيرة ودفعوا الحريري الابن إلى لقاء قاتل أبيه. لم تطوى صفحة الماضي، وأخلف الأسد بوعوده التي قطعها للسعوديين بعدم اعترافه بنتائج التحقيقات في قضية اغتيال رفيق الحريري. وفي الزيارة الأخيرة لبشار إلى الرياض سنة 2009 خاطب الملك عبد الله بشار قائلا له: أنت كاذب كاذب كاذب، وتركه دون توديع. اليوم تهرع العواصم الخليجية نحو التطبيع مع الأسد وإعادته للجامعة العربية بعدما اقترفه من جرائم وبعدما عرفوا عنه من الغدر. فهل يعني ذلك أن الدول العربية لم تستوعب الدرس بعد؟